يسعد صباحكم بالخير. طبق اليوم النهاردة فرخة مشوية. فرخة جبتها غسلتها بالدقيق والملح ونقعتها في منقوع ملح وسكر ومنكهات وبصلة وطماطماية، ودلوقتي هقطعها إلى القطع اللي انت عايزاها، 4 قطع 6 قطع. في نفس الوقت عملت لها خلطة. جبت بشر بصلة، حطيت عليها شوية ملح وبشر طماطماية وهدعكهم وهاخد المية بتاعتهم. هنا مجموعة من البهارات: بصل باودر، توم باودر، كمون، كزبرة، بابريكا، شوية بهارات، شوية زعتر، وطبعا ملح وفلفل. هلخبط الخليط ده، ولما اطلع الفرخة وانشفها ومقطعاها هحط عليها حبة من البهارات الناشفة، وبعدين هاخد باقي البهارات على المية بتاعة البصل والطماطم وانقعها فيها، وبعدين على الجليريل اشويها، وفي نهاية الشتاوة بتاعتها أكون عاملة فحماية وأحطها فيها وأغطيها، وبالعافية على بدنك وأنا بشتغل هوريكي. أنا قطعت الفرخة ل4 قطع، وركين وصدرين، وجبت ورقة مطبخ وهنشفها بيها كويس لأي سوائل مطرح المحلول اللي كنت حطاه فيها النقع، اللي هو ملح وسكر وعصير ليمون وترنشات طماطم، سوري، ترنشات بصل وترنشات ليمون، ترنشات برتقان لو عندك. وبعدين حطيت قرفة وحبهان وحبة فلفل حصى، يعني مجموعة من منتجات زي الزعتر، الروزماري، اللي انت عندك كله حطيه. وطبعا برضه حطيت بصلايه. وهنا هو بقى دلوقتي البصلة دي أنا كنت حاطة بشر طماطم على بشر بصل، هدعك الاتنين مع بعض وحطيت عليهم شوية ملح وفلفل، وطبعا بإيدك نظيفة هتعصري ده كده وتاخدي المية بتاعتها. هصفيها بالمصفى واخد المية بتاعتها عشان انزلها على الفرخة، بس بعد ما اكون حطيت عليها حبة من البهارات دي. هخلط البهارات كلها مع بعض، اللي هو توم باودر وبصل باودر وكمون وكزبرة وبابريكا وبهارات فراخ، كل دول مع بعض، وهاخد جزء منهم احطهم على الفرخ. بعد ما خلطت البهارات مع بعض كلها هاخد منها وارشها على الفرخة وادعكها بيها واسيبها كده فيها زي نص ساعة، وبعدين هنقعها في مية البصل ومية الطماطم من كل حتة وادعكها اهو كده. يعني ما تبخليش عليها بالبهارات تاني كده، وهسيبها بقى في البهارات دي زي نص ساعة عزيزي العزيز يا رب. وبعدين انزل عليها مية البصل ومية الطماطم اللي انا هصفيها بس بالصفاية. دلوقتي انا صفيت البصل والطماطم مع البهارات، اعمل الكمية دي بصلاية ودي طماطماية، وحطيت عليهم عصير ليمونة. وده التفل ده اللي هو بتاع البصل والطماطم، انا هعمل بيه كفتة بلحمة مفرومة، يعني مش هرميه. ودلوقتي العصير اللي هو الصوص ده هبتدي انزله على الفرخة واسيبها فيها كده بقى زي كمان ساعة ولا حاجة، وبعدين اشويها. وبين الحين والآخر تحاولي تقلبيها كده عشان تشرب من الصوص بتاعها ده من فوق من تحت كده.
والعافية على بدن اللي هياكل. أنا هشويها على الجريل، أنت عايزة تشويها على فحم أوكي، عايزة تشويها في طاسة تيفال ماشي، عايزة تحطيها في صينية وتدخليها في الفرن مش هتقولك لأ. وبالعافية على بدن اللي هياكل. في رعاية الله. أنا الفراخ بشويها على الجريل. ودلوقتي أنا مولعة فحمة، بعد ما تولع هنحطها في قلب الجريل وأقفل عليها وتبقى كده مدخنة. دلوقتي كده الفحمة خلاص سخنت، هحطها واغطي عليها واسيبها واطفي عليها خلاص. وكده يبقى خلصنا شوي الفراخ على الجريل. وبالعافية على بنا اللي هياكل. كده خلاص طلعنا الفرخة بعد ما شويناها وقطعنا لها قطعة الفرخ. بالعافية على بنا اللي هياكل. في رعاية الله.